بجد امتى الساحل ده يخلص؟ وحياة ربنا امتى الساحل ده يخلص؟ ينتهي الساحل عند مدينة السلوم في أقصى الغرب مع حدود ليبيا. يعني ولادنا في الساحل رايحين جايين على الطريق. لا لا لا، ثواني ثواني. لا ثواني، هو حضرتك ايه ده؟ انت ما بتسأليش عن جغرافية الساحل؟ انتوا قرفانين من الساحل؟ زهقتوا منه؟ لا لا، ثانية واحدة. لا، ده كلام تاني خالص. لا ثواني بقى. يلا بينا. من الماظة لسيدي حنيش لغزالة لكيكيز في هاسيندا اوه، انا برضو ولادي من الصالة للصالون للبانيو للمسقط لسيدي فريش، لمروحة اللي عندنا، يعني نفس المعاناة. وايه كل مشوار بقى ايه؟ ساعة ونص رايح ساعة ونص راجع، الظهر وبالليل وفي عز الليل والفجر وبعد الحفلة وانت رايح الحفلة. حاولي تاخدي اي حاجة مهدئة في الساعة ونص دول، لان ده ممكن يدخلنا في كوما من كتر الروقان. الحالة خطيرة. بجد امتى يا رب هتطوب علينا من المشاوير المؤلمه المرعبه اللي بتخلي كل الاهالي قاعدين حاطين ايدهم على قلبهم وولادهم على الطريق في نصاص الليالي بعد الحفلات؟ ارجوك كفاية، انا دمعتي قريبة من كتر الضحك. هو مش عارفه، هو انا لوحدي ولا انتوا مشتركين معايا في هذا الاحساس؟ يوسفني اقول لك ان حالتك دي قضاء مبرم على كيانك، وعمرها ما هتخلص الا في نهاية السيزون لما عمرو دياب يخلص. انا ببقى بعد الايام عشان اغسطس ده يخلص وعيالنا يرجعوا كده القاهره ويهمدوا في حضننا ويباتوا جنب قلبنا ونبقى مطمنين عليهم. اوه، اغسطس. انا برضو بعد الايام في اغسطس عشان يخلص، بس عشان اقبض المرتب. انا ضغطي عالي مش عارفه اعمل ايه. حضرتك يا فندم ممكن تفتقري كده، الساحل هيخلص واسكندرية هتخلص وبلطيم كمان هتخلص. انا اعرف عيال بتسرح بمناديل وبسكوت من قبل المغرب لحد الساعة 1 و2 بالليل، ونفسهم ان البسكويت ده يخلص. ما يعرفوش هيروحوا امتى، هيناموا في حضن اهاليهم، ولا اصلا هيروحوا ولا لا. والنبي ما عادش تطلب مني اعمل رياكتات، لاني كل ما اجي اعمل بلاقي عبث. خليني في دوبلاجي وكرتوني وحلقاتي بتاعت اليوتيوب. كفايه.